وانت بقى في منك كتير قوي. خلي بالك، لو انت بتفكر ان انت النهارده مبيعاتك واقعه عشان خاطر انت عندك مشكله، لا، انت عشان بقى في منك كتير، في منك كتير بقى احسن، وفي منك كتير النهارده ممكن يكونوا بيضربوا في سعر وانت في الاخر واقف في النص، لا عارف تنزل من ابو سعر تحت وتبيع لانك عندك مصاريف كتيره جدا وهتقع، ولا عارف تطلع فوق لانك عايز مصاريف كتيره جدا عشان تطلع فوق وتصرف كونتنت اند سو اون. فانت مالكش غير اللي هقول لك عليه الفتره اللي جايه. هتقدم انفورماتيف كونتنت، محتوى مفيد لشريحتك يحل لهم مشاكلهم. هتقدم محتوى على سبيل المثال بتبيع منتج معين او خدمه معينه، هتقدم محتوى يحل لهم الكلام ده، وتقعد شويه حلوين كده تلم شويه جمهور، تعمل تاني فانلنج من البدايه وتنقلهم في الاويرنس والكونسيدريشن. بعد ما يبدا النهارده يكون في ثقه وحضرتك نفس الجمهور دول، ابدا اشتغل عليهم ريتارجتنج. تاني، الريتارجتنج بقى قوي جدا، ومش ريتارجتنج بقى قوي يعني اعلانات مموله، ريتارجتنج يعني العميل اللي شافك قبل كده وهو انت النهارده بتفيده في حته معينه بانفورماتيف كونتنت، بحلول معينه، بشويه تيبس اند تريكس، لو مشى عليهم هيكون احسن وافضل بكتير. هو ده نفس العميل لما تيجي النهارده تبيع المنتج اللي هيحل المشكله بتاعته، هيجري وراك ويقف طوابير وبالسعر اللي انت تقول عليه. فانت يا عيني واقف هنا، اللي فوقيك بياكل منك واللي تحتيك بياكل منك، وانت بترقص على السلالم. الحق نفسك لان السوق بيغربل دلوقتي، والفتره اللي جايه فتره مهمه جدا في تاريخ اي حد شغال اونلاين بزنس.